مساء الفل على عيونكم. النهارده الموضوع مختلف شويه، انا مش بوريكم ال 2008، لا انا هناخد راي احمد ممدوح معايا. مدحت، احمد مدحت معايا. هناخد رايه بعد استخدامه ل 2008، جاي يعمل النهارده السنت ال 90 ونشوف رايه ايه. صباح الفل يا حبيبي. صباح الفل يا حبيبي، ايه الاخبار؟ انت عامل ايه؟ انا كله زي الفل، انت عامل ايه؟ قول لي بقى بامانه، بعد استخدامك ل 90,000 كيلو للعربيه ال 2008. بص، مبدئيا انا معايا العربيه من 16 يناير 2021 تقريبا، بعد ما نزلت بشهرين هنا في مصر. معايا الجي تي لاين اللي هي الزرقاء. بصراحه انا ما لقيتش اي حاجه من المخاوف اللي كانت عند الناس، بمعنى يعني أنا مثلا ما شفتش مشكله مع الثلاث سلندر بتاع العربيه. التسارع بتاعها زي الفل، حتى احنا كنا مره عملنا فيديو للتسارع بتاعها وكان كويس. بعد 90,000 كيلو التسارع هو ما اختلفش، يعني العربيه البرفورمانس بتاعها ما قلش خالص، بالعكس. هي ممكن بس الموتور صوته اعلى شويه من الطبيعي بتاع العربيات التانية. ممكن مثلا تحس بنقله الفتيس اكتر من العربيات التانية شويه، ده في الاول والتاني بس. لكن ان حاجه تبوظ، ان حاجه تتبهدل، الكلام ده كله لا، العربيه بتعيش بصراحه. يعني انت عارف انا بمشي في شوارع، انا عارفك بتجري. يعني لا، العربيه بصراحه بتديني، يعني لما يعني من الاخر انا هقول لك حاجه، العربيه لما تحب تعملها ك برنسس وواجهه وكده بتديك، لما تحب تعملها على انها عربيه شوارعجيه من الاخر زي ما بيقولوا اداء يعني. يعني العفشه بتستحمل معايا، مع ان العفشه بتاعتها مش زي اللي في 3000 ولا زي اللي في 508، بس عفشتها بتستحمل. يعني انا لحد دلوقتي 90,000 كيلو. 90,000 كيلو يعني انت عملت 10 صيانات. 10 صيانات. يعني بصراحه انا ما بحسش ان العربيه فيها يعني مشكله من الناس اللي كانت بتقول ان هي فيها مشكله في الموتور، مشكله في الفتيس، مشكله في الاوبشنز انها تبوظ زي زمان. فاكر عربيات الفرنساوي لما كانت الاوبشنز بتقعد يا دوب سنتين ويبدا بقى حاجه تبوظ، حاجه ما اعرفش ايه. لا، حاجاتها شغاله بصراحه، يعني ممكن حتى نجرب كمان شويه بعد ما نعمل صيانه ال 90,000. نطلع نجرب نشوف الاوبشنز، كل حاجه فيها شغاله تقريبا. هنطلع نجرب ونطلع نجرب العربيه معاك برضو. بس اهم حاجه الناس لما تيجي تجيب العربيه دي لازم تبقى معاها فوطه كده زي فوطه النضاره اللي بتعمل بيها العداد، عشان ال 3 دي. لا انا هنصح ان هم اصلا ما ينضفوش العدادات، احنا اللي بننضف العدادات في كل صيانه. بالظبط، عشان ال 3 دي ده بيبوظ بسرعه. يعني نخلي بالنا كده واحنا في مغسله او حاجه، ان هم ممكن يلطخوا اصل الشاشه بتاعته شاشه حساسه جدا، علشان ال 3 دي عدادات. يا جماعه احنا بنتكلم عن موضوع العدادات ال 3 دي حقيقة، دي مشكله. بس ممكن تبقى في العربيه انا هسالك سؤالين. اتفضل. السؤال الاولاني، اداء التكييف معاك في عربيه كان كل الناس كانت بتقول 3 سلندر 1200 سي سي، ده اول سؤال. وتاني سؤال، العزل بتاع العربيه باستهلاك البنزين. احنا جاوبنا على استهلاك البنزين، عزل العربيه بتكلفه الصيانات. بص، التكييف تكييفها كويس جدا، يعني هي تكييفها كويس جدا، بس في حاجه، صوت التكييف اعلى من الطبيعي شويه، يعني ده بس الفكره. لكن كبروده وكده لا، هو كويس، مش وحش خالص، يعني طيب. هو كويس. والعزل بص، العزل ميديم، ده اللي اقدر اقول عليه. العزل مش احلى عزل، مش احسن حاجه، بس هو برضه مش وحش، لا وحش ولا حلو. لا، تقييم يا احمد من الى 7 8 9 10. يعني ممكن اديله 7. 7. والتكييف؟ التكييف ممكن اديله 9. برافو عليك. التكييف اديله 9 بصراحه. طب لو انت دار بيك حوار مع حد من الاصدقاء وقالوا لك ريكومنديشن كده، عاوزين رايك يا احمد في ال 2008، ترشحها لهم ان هم يشتروها؟ بص، بامانه مش عشان انا واقف. بامانه انا بديهم العربيه يجربوها خلاص. هما بيقولوا لي ممكن اجيبها منين، بس يعني هي عربيه كويسه. هي عربيه، انا كان يعني في 2 صحابي حتى يعني كانوا عايزين يجيبوها، بس طبعا ما كانتش العربيه متوفره. هي عربيه كويسه، وانا بصراحه بنصح يعني ان هي تبقى، يعني ان ممكن حد يجيبها يعني. طيب التقييم النهائي كاول باكج، يعني للعربيه كلها اول ان اول، يعني اول ان اول اديها 9 من 10 او 8 ونص من 10. يا راجل 9 من 10 ده كتير. هي لا بصراحه هي تستاهل. على فكره تقييمك ده انا هعمل له ريت. على فكره حاجاتها رخيصه، يعني انت حتى هي طبعا فرنساوي يبان عليها ان هي حاجاتها غاليه وبتاع، بس هي حاجاتها
لا غاليه ولا رخيصه، بس بالنسبه للعربيات التانية كتير، او بالنسبه حتى للبيجوات اللي زيها، هي عربيه رخيصه طبعا بخلاف ال 301. عشان بس ما ندخلش 301 في الموضوع. انا سعيد جدا ان انا عملت معاك أنا أسعد الفيديو يا ده، محمد وهستاذنك لما تطلع العربيه نعمل فيديو تاني. يلا بينا. حبايب قلبي، حبيبي شكرا. ده طبعا يا جماعه الفيس ليفت بتاع العربيه، حصل فيه تغيير في الفوانيس الاماميه والخلفيه، حصل فيه تعديل في السوفت وير بتاع الشاشه الداخليه، ودي الفوانيس الخلفيه، والبيانو بلاك اللي ورا اللي اتعمل اللي فيه الكاميرا. فان شاء الله يا رب تكونوا تستفيدوا بالفيدباك اللي انا بعمله مع العملاء ده، وطبعا نكون دايما عند حسن ظنكم.